قبل ما ابدا الفيديو ده انا لازم اقول لكم حاجه. انا كنت منقطع فتره كبيره جدا عن عمل الفيديوهات، مش عشان نسيتكم ولا ما عنديش حاجه اقولها، والفتره اللي فاتت كان عندي للاسف حاجات كتيره تتعمل، وده اللي خلاني اقصر في عمل فيديوهات. بس ما انكرش ان كان عندي شويه وقت فاضي وبرضه ما عملتش فيها فيديوهات، ويا دوب زي اغلب حالاتنا برجع من الشغل بقعد شويه على الكنبه واليوم راح. بس خلاص ان شاء الله راجع وراجع بقوه كمان. ولان وانا بعيد بدات اسال نفسي هي ليه الناس زمان دايما كانت بتكمل اللي بتبداه، ومن هنا جه سؤال الفيديو النهارده. هي ليه دايما الاجيال القديمه بتركز اكتر مننا وعندها صبر اكتر مننا؟ وده سؤال بسأله لنفسي على طول في الشغل، هو ليه المدير بتاعي مركز اكتر مني؟ هل هم كانوا اذكى مننا ولا حاجه، ولا احنا يعني اتولدنا كده؟ والحقيقه الراجل ابن اللذينه ده خلاني اشك في نفسي كتير. وقفت واقفه كده مع نفسي، لا انا مش واقفه دي. الراجل ده بيفكر ازاي، والراجل ده عايش حياته ازاي؟ انا بتكلم عن راجل كبير في السن، سنه معدي 60 سنه وتركيزه ازيد مني، مع اكتر من سنه وهو زميلي في الشغل وانا عارف تفاصيل حياته وبيعمل ايه في حياته. فلاحظت كذا حاجه هو بيعملها على المدى البعيد، عدى 60 سنه لسه تركيزه ما شاء الله كويس. انا طبعا عارف ان في تاثيرات جينيه والحاجات دي، بس انا بتكلم على الحاجات اللي احنا نقدر نعملها بايدينا. اول حاجه النشاط الرياضي. الراجل ده مع انه عدى 60 سنة بيجي الشغل بالعجلة. هتقول لي طيب يا فرحات ممكن يكون ساكن جنب البيت. لا يا صديقي، ما شاء الله، بس عشان ما يتحسدش هو ساكن بعيد عن الشغل 17 كيلو. احنا طبعا مش هنتكلم على اللي بينزل السلم ينهج، مش انا طبعا. عمره ما طلب من الناس اللي تحته يودي حاجة مكان معين في الشركة او يجيبها، على طول يقوم بنفسه ويوديها ويجيبها. على طول يا صديقي بقى في الويكند والكلام ده على طول في الجيم. وطبعا المدير بتاعي مش هيشوف الفيديو ده ولا بيفهم لغتي، عشان كده انا مش ها؟ لا. تاني حاجة التزامه بالوقت جدا. انا مش عايز اقول لك يا صديقي وانا فيها العيب ده شويتين، التأخير او ان انت تيجي بدري. الالتزام في الوقت معناه ان انت تيجي في ميعادك بالملي. يعني الالتزام في الوقت ده مش معناه ان انت تيجي بدري او تيجي متأخر. يعني ما تجيش قبلها بنص ساعة وما تجيش بعدها بنص ساعة، تيجي في ميعادك بالظبط. والحتة دي مضروبة عندنا بالنار في مصر. الحتة دي لو اشتغلت عليها لوحدها هتغير لك حياتك بالكامل. هتعرف تدير يومك صح، هتعرف الحاجة بتاخد وقت قد ايه، وهتعرف تدي لنفسك مساحة لحاجة هتاخد وقت منك بعدين، زي مثلا زنقة الامتحانات. يعني مثلا مدير ده بيجي في وقته بالظبط وبيمشي في وقته بالظبط. مش عايز اقول لك حتى لو في ضغط في الشغل رهيب. تالت حاجة ودي ليها علاقة بتاني حاجة، انه بيعرف يفصل ما بين الشغل ووقت الراحة. لما بيشتغل مفيش زيه، ولما بيفصل تماما. ده اللي بيفصل لي ساعات، ان ساعات بوصل الشغل تاني يوم بيكون حالتي المزاجية وحشة جدا مع اني لسه بادئ شغل. هو عارف يفصل جامد ويستعد لتاني يوم، وانا لسه مشغول بشغل امبارح ودماغي لسه شغالة مع شغل امبارح. رابع حاجة زي ما بيقولوا مطلق تليفونه. مش عايز اقولك ان الراجل ده تقريبا ما عندوش اي حاجة على تليفونه غير الواتساب وكام ابليكيشن كده، وغالبا ليهم علاقة بالرياضة. مش عارف ازاي هو وصل للمرحلة دي ما شاء الله، بس حاول تتكلم جنبه كده وانت قاعد مش هيكون سامعك اصلا. هو مركز في اللي هو بيعمله. وتقريبا الحالة دي احنا مستحيل خلاص هنوصل لها، لسبب ان احنا بقينا مشتتين جدا. وطبعا هي معادلة كده، مفيش سوشيال ميديا يعني صبر اكبر، تحمل اكتر، وتفكير اطول. خامس حاجة ومن الحاجات المهمة برضو، ان الراجل ده طول حياته في مسار واحد بس، في مجال الهندسة الكهربائية. فما شاء الله الجيل اللي فات ده عنده كمية تركيز وصبر مختلفة كتير عننا، وده بسبب الظروف اللي احنا اتولدنا فيها. وهل معنى الكلام اللي انا قلته ده ان احنا جيل اضعف؟ ابسولوتلي، احنا جيل اسرع في التعلم. وبالدليل اللي انت عملته قبل الامتحان باسبوع ده ونجحت في الاخر، ده انت كده توب التوب، يعني انت كده عديت. بس هو الفكرة ان انت كل اللي بتتعلمه ده في اخر اسبوع بيتنسي تاني. فاسلوبنا غلط، بس احنا بنتعلم بسرعة جدا. اللي كان يعرفنا ايام الجامعة قبلها باسبوعين يا باشا منهج كله الحمد لله. بس للاسف انا مش فاكر حاجات كتيرة منها، وده امر واقعي جدا، وللاسف ندمان عليها لغاية النهاردة. منورين يا رجالة الجامعة لو حد بيتفرج عليا قبل الامتحان. مش كله طبعا، والله مش كله طبعا، لا مؤاخذة، في ناس كتيرة صراحة يعني كانت محترمة جدا وبتذاكر زي الناس. فاحنا نحاول نشتغل على النقط اللي احنا قوية فيها. احنا جيل اذكى رقميا، عندنا كمية معلومات وسرعة وصول للمعلومة ما شافهاش جيل من قبلنا. المشكلة اللي عندنا فعلا ان احنا التركيز عندنا ما بقاش مهارة تلقائية بتكتسبها. طب يا عم فرحات، انت جاي تقول لنا على مشاكل بس ولا ايه؟ انت صديقي ومش هسيبك يا صديقي.
ومش هقول لك اقفل الموبايل عشان ده مش واقعي وانا عارف وانت عارف، لا اقول لك اقفل الموبايل يعني بس هقلله. انا عايزك ايا كان سنك، حتى لو طالب في المدرسه، في الثانويه، في الجامعه، شغال خلاص زي حالاتي كده، زي مديري اللي حكيت لكم عليه في الشغل، لما بيجي يشتغل بيركز في الحاجه اللي هو بيشتغلها وبس. حط نفسك في البيئة المناسبة، دور على المكان المناسب اللي تشتغل او تذاكر فيه. لو البيت مش المكان المناسب ليك وفيه دوشة على طول، انزل على طول ورك سبيس. لو حاسس ان البيئة بتاعتك في الشغل ما بتعلمكش حاجة او ان انت بتتأخر فيها، حاول تغير الشغل ده، عشان ده وقتك انت صدقني، واللي بيروح صعب يرجع أوي. عايزك تكمل حاجة واحدة بس حتى لو زهقان منها، كملها للآخر. وعايزك تتقبل بالله عليك ان الزهق ده جزء من الطريق. الأجيال القديمة اللي أنا اتكلمت عليها دي اتدربت غصب عنها على الصبر. واخيرا بعد فترة كبيرة عرفت اجاوب نفسي على السؤال ده، ان هما ما كانوش احسن، بل ان احنا اتخلقنا في ظروف تانية خالص. والسؤال الحقيقي فعلا، هل ان احنا مستعدين ندرب نفسنا؟ لان في عالم مليان تشتيت، الشخص اللي هيعرف يركز ولو شوية هو الشخص الكسبان. بس وفي الفيديو ده كنت بحاول اشارك معاكم حاجة كانت دايما شغلاني ومش عارف ليه، فخلصت الموضوع بسرعة تاني. انت لازم تعمل لنفسك جزء من حياتك كده تخصصه للرياضة. لازم لما تيجي تشتغل او تذاكر تحاول تركز لاكبر فترة ممكنة. 3، لازم تلتزم بوقتك قوي عشان تعرف انت بتاخد قد ايه في الحاجة، وهتعرف تخلص امتى، وتعرف توزن امور حياتك بالوقت صح، عشان هو ده المقياس الحقيقي لانجاز المهام. 4، لما تيجي تفصل عن الشغل والمذاكرة، افصل فصل تام ما بين الشغل والراحة. 5، ودي الكارثة الكبرى، حاول تقنن شوية استخدام الموبايل. انا عارف الموضوع صعب، بس انت تقدر ان شاء الله لو عندك هدف وحلم ثابت، وده لازم يكون عندك اصلا. بس ومبسوط قوي ان انا رجعت نعمل فيديوهات تاني، وان شاء الله ربنا ما يقطع العادة دي، وان شاء الله معاكم في اللي جاي. سلام.